البرنامج والمخصص يعني او اخبار نادي الزمالك قريب هو جدا من لعيبه نادي الزمالك وبيجيب لنا الاخبار. بيقول ان موضوع صبر رحيل في مراوغه من صبر رحيل لمسؤولين نادي الزمالك. مسؤولين في نادي الزمالك حطوا في حساب صبر رحيل 300,000 جنيه ان يكون مقدم عقده العقد الجديد. صبر رحيل بيقول لا أنا يعني هو ليه 675,000 جنيه عند نادي الزمالك مستحقاته، وكان المفروض اكتر من مره في اجتماع مع صابر او جلسه مع صابر رحيل عشان يجدد عقده، ولكن بيراوغ مسؤولين نادي الزمالك. وبعدين قال لهم لا انا هعمل صلاه استخاره واشوف ايه اللي هيحصل وهسال اهلي. احد لاعبي نادي الزمالك وانا عارف الاسم بس مش هقدر اقول الاسم عشان هو محلفنا يعني، بيقول ان صابر رحيل وقع خلاص للنادي الاهلي وهو مساله وقت بس، لكن هو هيروح النادي الاهلي في الفتره القادمه او من الموسم الجديد. يعني دي معلومه بقولها لكم من خلال عبد الحكيم علي المعد معانا في كوره كل يوم.